من تاريخ تأسيس جهاز المخابرات الإسرائيلية ونشأته اللي هو الموساد، والست بتلعب فيه دور مهم جدا، ده إذا ما كانش أهم دور على الإطلاق. فالموساد بيستغل نسائه في اصطياد الهدف المطلوب تجنيده والسيطرة عليه، وده طبعا بيبقى عن طريق غرف النوم وهو بين أحضان أحد عاملات الموساد. فالسرير دايما بيكون هو الاختيار الأفضل لعاملة الموساد عشان تطلع أي سر هي عايزة تعرفه، أو بمعنى أصح السر اللي الموساد محتاج يعرفه من أي راجل. فدايما بتبقى الطريقة المثلى للموساد عشان يعرفوا أي معلومة من أي راجل عن طريق الإغراء وإثارة الغرائز الجنسية، وده بيندرج تحت مفهوم مصيادة العسل. والموساد السنين الأخيرة نجح نجاحات باهرة باستخدام القذارة دي، أسلوب صهيوني رخيص وكلنا عارفينه، فالجنس دايما هو الاختيار الأول بالنسبة للموساد. فعميلة الموساد واللي دايما لازم تكون جميلة بتبدأ تقرب من الضحية وتحسسه قد إيه هو راجل مفيش منه اتنين، وطبعا ده بيثير غرور الضحية في نفسه إن بنت جميلة زيها اختارته من وسط كل الرجالة دي، وبيبدأ الغرور يزيد وتزيد معاه الغريزة الجنسية عند الراجل، وتبدأ العميلة توهمه بالحب من ناحيتها لغاية ما بيتطور الموضوع بينهم لعلاقة جنسية. وبس كده، هو ده المطلوب. طبعا العلاقة دي بتتم تحت عين الموساد وبتبقى مسجلة بالصوت والصورة، بس الشهادة لله التسجيلات دي الراجل ما بيعرفش عنها اي حاجة وما بتطلعش الا في وقت عوزة. اصل كده كده طول ما هو في السرير بيبقى مدلوق زي اللهبل وبيقول كل حاجة الموساد عايز يعرفها، بس ما يعرفش انه خلاص وقع في مصيدة العسل، وقع في الفخ. اصل لو جه في يوم وفكر ما يقولش هيتم تهديده وابتزازه باللقطات الفاضحه اللي متسجله له صوت وصوره. ويا معلم لو عايز تذيع قول زيع. طب ما كده البنت هتتفضح معاه برضه. لا 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 عادي، هم مش بيهمهم اصلا الكلام ده. ثم مين اللي قال اصلا ان دي فضيحه؟ اللي البنت عملته ده من وجهه نظر اسرائيل بطوله. دي البنت دي بطله بتعمل كده دفاعا عن دوله اسرائيل ولمصلحتها. ده حتى لو هنتكلم من الناحيه الدينيه، في بعض الحاخامات اليهود على رأسهم حاخام من أكبر حاخامات إسرائيل اسمه أريشفات أصدر فتوى. الفتوى دي هو بيبيح فيها للبنات الإسرائيليات ممارسة الجنس مع أي حد مقابل الحصول على معلومة لو كانت المعلومة دي هتفيد أمن إسرائيل. ده حتى في كتب ومجلدات لأساتذة جامعة إسرائيليين برضو بيبيحوا فيها للبنات إنهم يمارسوا الجنس مع أي حد مقابل أمن إسرائيل. تقدروا تقولوا كده إن دي ثقافة شعب بحاله، هو وحكامه وعلمائه ورجال الدين بتوعه. طب هم بقى عاملات الموساد اللي بيشتغلوا عن طريق الجنس دول لازم يكونوا إسرائيليات؟ هو بس في الأول وقبل ما نكمل كده أنا حابب أقول لكم إن نائبة رئيس الموساد بتنفي كل الكلام ده، وبتقول إن ده ما بيحصلش، وإن بنات الموساد أشرف مش شرف، وإن الإسرائيليات ما يعملوش كده. بس استنوا انتوا معايا لآخر الحلقة وأنا هقول لكم على كوارث وبالأدلة. نرجع بقى للسؤال، هم عاملات الموساد اللي بيشتغلوا عن طريق الجنس دول لازم يكونوا إسرائيليات؟ أكتر من 90% من البنات اللي بيشتغلوا في مصيادة العسل التابعة للموساد هم إسرائيليات، بس بيتم اختيارهم على كذا معيار. المعيار الأول والأهم طبعا هو الجمال والجسم الحلو، وكمان القدرة على إغواء الرجالة. ولو إن القدرة على إغواء الرجالة دي بالنسبة لهم مش مهمة أوي، أصلها حتى لو ما بتعرفش تعمل كده فالموساد هيدربها كويس أوي وعلى أعلى مستوى تعمل كده إزاي وبمنتهى السهولة. المهم بس إنها تكون جميلة وجسمها حلو، أصل مفيش مسؤول كبير هيخاطر بمكانته وسمعته ويعمل علاقة مع واحدة إلا لو كان الموضوع يستاهل بجد. المعيار التاني بقى اللي الموساد بيختار عاملاته بناء عليه إنه بيختار العاملات اللي اتولدوا وعاشوا في دولة تانية قبل ما يهاجروا لإسرائيل، وده لأنهم أكيد هيكونوا بيتكلموا لغة البلد التانية اللي جم منها دي بمنتهى الطلاقة، لأنها طبعا هتبقى اللغة الأم بالنسبة لهم. فلما ياخدوا تدريبهم في الموساد ويبدأوا عملهم التجسسي في البلاد اللي هم أصلا جايين منها، وده طبعا بيتم بعد طمس هويتهم الحقيقية، فمفيش حد هيشك فيهم ولا هيلاحظ انهم غرب عن البلد. وهم لما هيجوا يتكلموا ويتعاملوا مع اهل البلد فهم بيتكلموا ويتعاملوا زي اهل البلد بالظبط، لانهم كانوا فعلا من اهلها قبل ما يهاجروا على اسرائيل. تعالوا نشوف بقى اللي احنا قلناه ده بجد ولا من وحي خيال المؤلف اللي هو انا يعني، ونتكلم وبالدليل عن عمليات عملها الموساد بالفعل وباستخدام مصيادة العسل. انا بس عايزكم تتفرجوا على الحلقة للاخر عشان كل اللي فات ده ما كانش اكتر من مقدمة للكوارث اللي جاية. تعالوا نبدأ بالكبير، الكبير قوي، وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني، اللي هزت العالم حرفيا وكانت ترند زمانها لما اتكشفت العلاقات الجنسية الكتير اللي عملتها مع كبار السياسيين في العالم كله، وده طبعا عشان خاطر مصلحة دولتها إسرائيل. وعلى فكرة ده باعترافها هي شخصيا، احنا ملناش دعوة. وكان على رأس قائمة السياسيين اللي تسيبي ليفني مارست الجنس معاهم صائب عريقات رئيس لجنة التفاوض الفلسطينية، وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية
الرئيسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه. وقالت ليفني بنفسها ان الغرفه اللي هي مارست فيها الجنس مع صائب عريقات وياسر عبد ربه، الموساد كان مجهزها باجهزه تصوير وتسجيل على اعلى مستوى، وقدرت تسجل للخونه الفلسطينيين دول فيديوهات وهم زي ما امهم جابتهم من غير هدوم خالص. وطبعا كانوا في اوضاع مخله ومقززه اثناء ممارستهم الجنس مع تسيبي ليفني وزيره خارجيه اسرائيل. بصراحه انا مش قادر اعتبرهم من وجهه نظري انهم ضحايا للغدر الاسرائيلي. اصل لما تبقى مسؤول فلسطيني كبير زي كده وفي العلن بتبين نضالك وبتدافع عن القضيه الفلسطينيه، وفي السر تبقى في احضان وزيره خارجيه الدوله اللي سلب اراضي وطنك، فسامحني يعني انا مش قادر اشوف الكلام ده غير انه خيانه لبلدك فلسطين وخيانه لثقه ابناء بلدك فيك، حتى لو تم استدراجك لمصيده العسل من تسيبي ليفني وزيره خارجيه اسرائيل بنفسها. ده برضه مش مبرر لخيانتك ولا لقذارتك، ولا انتوا رايكم ايه في الكلام ده؟ وانا بكلامي ده مش قاصد اعيب في القيادات الفلسطينيه ولا في اخواتنا الفلسطينيين، فكل شجره فيها الثمار الصالحه والثمار الفاسده. لما تتابعوا القناه هتلاقوني بتكلم عن جواسيس كتير في وطني الحبيب مصر. هل كده انا بعيب في مصر ولا اقدر اعيب في وطني اصلا؟ حبيت بس اوضح النقطه دي علشان ما تفهمش غلط. نرجع بقى لمرجوعنا. ليفني طبعا بقت ماسكه فيديوهات على عدد كبير من الشخصيات العربيه اللي على راسهم زي ما قلنا صائب عريقات وياسر عبد ربه في الاوضاع اللي قلت لكم عليها. فطبعا تسيبي ليفني بعد ما مسكت عليهم المقاطع دي بقت بتتعامل معاهم بمنتهى التعالي وبالامر المباشر. والله لو مش هتنفذ اللي احنا قلنا لك عليه مقطعك الجميل ده هيبقى على الملأ. عايز بقى تذيع قول زيع، مش عايز تذيع يبقى تنفذ زي الشاطر. المصيبه هنا بقى انها مش بس فضيحه جنسيه، ما ممكن اي راجل شهوته تتغلب عليه ويعمل علاقه جنسيه مع اي حد. المصيبه الاكبر من العلاقه الجنسيه هي ان العلاقه الجنسيه دي اتعملت مع مين؟ دي مع تسيبي ليفني. يعني انت مش بس هتبان في وضع مخل او نزوه وقعت فيها، لا دي كمان هتبين قد ايه انك شخص قذر وخاين. فطبعا تسيبي ليفني بقت تؤمر وهم ينفذوا والجزمه فوق دماغهم. طب هو ازاي اصلا تسيبي ليفني تتكلم او تعترف بحاجات زي دي؟ المفروض انها وزيرة خارجية مش مجرد عميلة يعني او عاهرة، والموضوع يعتبر فضيحة ليها هي كمان. شكلك كده ما كنتش مركز معاه في الاول، وادي النتيجة يا فالح انك تسأل سؤال زي ده. ما هو تسيبي ليفني ما اعترفتش الاعترافات دي الا بعد صدور فتاوى من عدد كبير جدا من الحاخامات ورجال الدين اليهودي. مضمون الفتاوي دي اباحة ممارسة الجنس للنساء اليهود مع العدو مقابل الحصول على معلومات مهمة، وان الشريعة اليهودية ما عندهاش اي مشكلة في التصرفات اللي من النوع ده. تعالوا بقى ننزل بالليفل شوية، بس هنتكلم عن جاسوسة من اهم جواسيس اسرائيل وهي شولاميت كوهين كشك، او المعروفة بشولا كوهين، اللي الموساد بذات نفسه لقبها بلؤلؤة الموساد بسبب المكانة الكبيرة اللي شولا كوهين قدرت توصل لها في اسرائيل. وبرضه كانت طريقة عملها في الموساد عن طريق الجنس، او زي ما قلنا ما يسمى بمصيدة العسل. وكان نشاط شغل شولا كوهين الاساسي في لبنان. الكلام ده كان في الاربعينات، وقدرت تأسس شبكة دعارة قدرت تصطاد فيها عدد كبير من السياسيين اللبنانيين، وتمكنت في مصيدة العسل انها تفتح خزنة اسرار الدولة حرفيا، وقدرت انها توصل للموساد كمية اسرار لا تعد ولا تحصى عن الدولة اللبنانية. شبكة الدعارة بتاعتها دي بدأت ببيت صغير في منطقة اسمها وادي ابو جميل في وسط بيروت، وكانت بتستضيف فيه زي ما قلنا كبار موظفين الدولة، والكلام ده كان سنة 47 لحد ما تيجي سنة 56، يعني بعد 9 سنين من عملها التجسسي، وبيت الدعارة ده يتفتح بعديه 5 بيوت تانيين كلهم شغالين في الدعارة في مختلف نواحي بيروت، وطبعا كلهم تحت إدارة وإشراف شولا كوهين. فبعد ما كانت شولا كوهين بتعمل العلاقة الجنسية بنفسها مع كبار موظفين لبنان، ما بقاش عندها وقت للكلام ده، وده طبعا لأن دايرة العلاقات اللي شولا كوهين قدرت تعملها بقت كبيرة جدا، فهتعمل علاقة مع مين ولا مع مين؟ وعشان كده فتحت ال5 بيوت التانيين دول، وبمساعدة الموساد قدرت انها تستقطب بنات تانية تشغلها في بيوت الدعارة بتاعتها دي، وما كانتش بتعمل علاقة جنسية بنفسها الا مع الشخص المهم، لا مش المهم بس، المهم قوي الVIP اللي هي عايزة تطلع منه المعلومة بنفسها. وطبعا البيوت دي كانت بتستضيف يوميا كبار وصغار الموظفين. وطبعا انتوا مش محتاجين ان انا اقول لكم ان البيوت دي كانت مترشقه بالكاميرات واجهزه التسجيل في كل ركن منها بمساعده الموساد طبعا. وكل شخص بيخش بيت من بيوت شولا كوهين كان بيبقى ليه فيديو او فيلم لطيف، عشان الفيديو ده طبعا يتم استخدامه وقت عوزه. بس في حاجه محتاجين نفهمها، هم صغار الموظفين اللي شولا كانت بتستضيفهم دول لازمتهم ايه؟ اقول لك انا لازمتهم ايه. اصل الموساد
الموساد مش بيبص تحت رجله، لا ده بيبص للمدى الطويل. ما هو الصغير مش هيفضل صغير، وفي من الموظفين دول اللي في يوم من الايام هيوصل لمنصب كبير، فيبقى الفيلم بتاعه جاهز لابتزازه وقت عوزه. قدرت شولا كوهين في وقت قصير انها تعمل علاقات كبيره جدا، وعلاقاتها دي ساعدتها في انها تهرب اليهود اللبنانيين اللي موجودين في لبنان لاسرائيل عن طريق الممرات الجبليه. طب وايه المشكله؟ ما يغوروا يا عم في 60 داهيه. لا اصبر كده، انا هقول لك المشكله فين. اصل اليهود اللي كان بيتم تهريبهم دول هم من كبار اغنياء ورجال اعمال لبنان. انت قصدك يعني انهم كانوا بيهربوا هم وفلوسهم لاسرائيل؟ لا يا عزيزي، ما هي ريت فلوسهم، كنا ممكن نقول حقهم. اصل رجال الاعمال دول كانوا بيضربوا ورق ان شركاتهم افلست، وده طبعا كان بيتم بمساعده كبار المسؤولين معارف شولا كوهين. فكانوا بعد ما بيضربوا الورق ده بيروحوا يجروا على البنوك علشان ياخدوا قروض ومنح لاحياء شركاتهم مره تانية، ياخدوا بقى الفلوس دي ويطلعوا يجروا على اسرائيل. وده طبعا كان بيتم بمساعده كبار رجال الدوله الخونه اللي ما يقدروش يرفضوا اي طلب لشولا كوهين. وده ادى ساعتها لازمه اقتصاديه كبيره كانت هتوصل لافلاس لبنان حرفيا. وكل ده بدأ من الأول خالص بالجنس أو بمصيادة العسل، أو بمعنى أصح الأسلوب المعتاد للموساد، واتقبض عليها في الآخر واتحكم عليها بالإعدام، بس بسبب ضغوطات دولية بيتم تخفيف الحكم ده للمؤبد. وفي الآخر بتخرج شولا كوهين من السجن خالص في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. وعلى فكرة شولا كوهين ليها ابن اسمه إسحاق ليفانون، وده كان سفير إسرائيل في مصر من 2009 ل 2011. تعالوا بقى نخش على ليفل تاني من القذارة، تقدروا تقولوا إنه ليفل الوحش، وهم عائلة مصراتي وبنتهم الجميلة فايقة مصراتي، وهي إسرائيلية بس من أصل ليبي، كان عندها 17 سنة. ففايقة لما كانت بتقدم لأداء الخدمة العسكرية في إسرائيل بتوقيع الكشف الطبي عليها بيتم الاكتشاف بالصدفة إنها مصابة بمرض الإيدز. بنت صغيرة بتتكلم عربي كويس وكمان جميلة ومصابة بمرض الإيدز، يا فرج الله، دي كنز لازم نستغله أقصى استغلال. فتم تجنيدها من الموساد وتدريبها على استقطاب الرجالة وإغوائهم، وكان كل هدف التنظيم التجسسي ده هو نقل مرض الإيدز لأكبر عدد من المصريين، طبعا عن طريق إقامة علاقات جنسية معاهم. طب هو أنت ليه يا عم بتقول تنظيم؟ دي مجرد بنت واحدة يعني. إيه ده؟ هو أنا ما قلتلكوش ده كان تنظيم مكون من 4 أفراد: فايقة، أبوها، أخوها، وظابط من الموساد اسمه ديفيد أوفيتس. طب ظابط من الموساد عادي، لكن ابوها واخوها ازاي؟ انت مش بتقول انها كانت بتنقل مرض الايدز عن طريق انها بتعمل علاقات جنسيه مع الرجاله؟ اكيد ده كان من ورا ابوها واخوها. لا يا عم المشاهد، دول كلهم كانوا مأجرين شقه في شارع احمد مخيمر في منطقه النزهه الجديده في القاهره، وقاعدين مع بعض بيتلقوا تعليمات الموساد، واللي كان من اهم تعليماتهم ان فايقه تزود من العلاقات الجنسيه بتاعتها اكتر واكتر عشان المرض ينتقل لاكبر عدد ممكن من الرجاله، وبالتالي الرجاله دي تنقل المرض لزوجاتهم عن طريق العلاقات الجنسيه. فيبقى المجتمع المصري او الشعب المصري بمعنى اصح هو شعب مريض وموبوء. دي حتى قالت لما اتسالت في التحقيقات انها بسبب كتر الرجاله اللي عملت معاها علاقات جنسيه كامله مش فاكراهم، وكل ده كان بيتم بموافقه ابوها واخوها وتحت نظرهم. وبدات فايقه مصراتي تتوسع في عملها اكتر واكتر وتخش في شباك صفوه المجتمع من رجال اعمال ومسؤولين كبار واولادهم، وكل علاقه جنسيه كانت بتعملها كانت بتبقى متصوره طبعا صوت وصوره. فمنها انها بتنقل للشخص اللي بتعمل معاه العلاقه مرض الايدز، ومنها انها بتستدرجه عشان تقدر تطلع من الشخص ده باي معلومه ممكن تفيد الموساد، ومنها انها بتسجله عشان يتم ابتزازه بعد كده بالفيديو ده في وقت عوزه. بذمتكم شفتوا قذاره او وساخه اكتر من كده؟ هي كده القذاره خلصت؟ لا لسه، اتقل عليا بس شويه يا عم المشاهد. بيتم رصد الشبكه الجاسوسيه الجميله دي وهم بيرصدوا بيت الدكتور خالد جمال عبد الناصر، وده بيبقى تمهيدا لاغتياله، فبيتحطوا تحت عين ابطالنا في المخابرات العامه المصريه لحد ما المخابرات بتتأكد انهم فعلا كلهم متورطين في الخيانة، وبيتقبض عليهم سنة 92. في التحقيقات بقى المخابرات بتكتشف بلاوي: تخطيط لجرائم اغتيال، تهريب آثار، تزوير في أوراق رسمية مصرية، والمخابرات قدرت انها تمسك بالفعل معدات التزوير دي، وتجارة مخدرات وتجارة عملة. بسم الله ما شاء الله عليهم، مفيش حاجة قذرة ما عملوهاش. يعني انتوا مستنيين ايه من عيلة بنتهم بيتم موقعاتها قدامهم بعلمهم؟ هم مش فارق معاهم حاجة في الدنيا غير الفلوس. فأي وساخة أو قذارة ممكن تتخيلوها هتطلع منهم عادي جدا. اغتيال عادي،
ممارسة الرذيلة لبنتهم قدام عينيهم وماله، تجارة مخدرات ما يضرش، وكل ده بدأ في الأول بالسرير أو الجنس أو مصيدة العسل زي ما قلنا اللي الموساد شاطر فيها قوي. وفي الأمثلة اللي أنا اتكلمت عنها دي أنا اتكلمت بإيجاز شديد جدا عشان وقت الحلقة. كل قصة من دول انا هعمل لكم عليها حلقة لوحدها عشان فيها تفاصيل كتير جدا. وكمان انا اديتكم بس 3 امثلة عن مصيدة العسل بتاعة الموساد، لكن لو عايزين تعرفوا كل عميلات الموساد اللي تم اكتشافهم لغاية دلوقتي وبيشتغلوا بالطريقة القذرة دي بناء على تعليمات الموساد طبعا، قولولي وانا اعمل لكم عنهم كذا حلقة، لان حلقة واحدة مستحيل انها تكفي لان القذارة كتير وكتير قوي. او ممكن الحلقة دي تبقى حلقة لمدة 10 ساعات مثلا عن ايه؟ عن بس اللي تم اكتشافهم، لكن ما خفي كان اعظم. ونصيحة لكل شباب بلدي والشباب الوطن العربي، اوعى تمشي ورا شهواتك وتغلب غرايزك الحيوانية عليك، لان صدقني بسهولة قوي هتلاقي نفسك في مصيدة العسل اللي اخرها دايما بيكون حبل المشنقة، لان طالما دخلتها صعب قوي انك تطلع منها. انا ميدو جبريل ودي قناتكم ميدوبيديا، وهي دي حلقتنا النهارده. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.